اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين ومستمرين في ايام رمضان. طبعا الواحد زي بقى من اللحوم والفراخ والبط والحاجات دي كلها. تعالوا بقى نجدد وناكل سمك. النهارده هناكل سمك بولتي زي ما انتم شايفين جميل ازاي وصابح. تعالوا نعمل الخلطه بتاعته وشوفوا هنعمل السمك ازاي مع بعض. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت الثوم وقطعت طماطميه حطيت 3 معالق من الكمون لان الكمون اساسي والملح طبعا اساسي. طيب نعمل ده كله كده مع بعض، ندعك ده كده مع بعض. الثوم الطماطميه دي بتديها حلو قوي، بتديها طعم حلو قوي للسمكه اهي. احنا مقطعينها حتت صغيره مش كبيره زي ما انتم شايفين كده. عايزه تحطي فلفل حطي، اللي يريحك اعمليه. تمام. تعالوا بقى نحشي بالخلطه دي السمك بتاعنا. قبل اي حاجه الليمون ما ننساهوش اهو. نحشي بقى ايه السمكه كده، احنا غسلنا غسله حلوه اهو. نحشيها شايفين اهيت. اخلص كله كده وبرده ارجع لكم تاني بعد ما اخلص الحاجه دي، عشان خاطر بعد ما اخلص التتبيله، عشان مش عايزه ان انا اطول عليكم. كده حطينا الدقيق وحطينا كمان معاه البهارات بتاعه السمك. تمام. وبنسيبه شويه. لما بيعرق بيبقى حلو قوي على فكره، يعني لما السمكه بتعرق كده وتقعد بيبقى حلو. يلا كده اجيب دلوقتي ورق من ورق اللي هو الحواوشي واحطها عليه واسيبها بقى شويه. ساعه لما اجي اقلي هتبقى طبعا عرقت وما بقاش فيه دقيق ولا اي حاجه، هتبقى حلوه قوي. في نفس الوقت ما تسودليش الزيت، مش عايزه الزيت يكون مسود اهو. واحد بقى زهق من الاكل فيعني ينوع شويه. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت ورق اللي هو الحواوشي او ورق زبده او اي ورق عندك بتحطيه اهو. وبصي تلاقي الدقيق عرق معاكي، هو ده اللي احنا عايزينه. هنا قطعنا بقى البصلايه، حطينا شويه زيت عشان نعمل الرز الصياديه. تمام. نفضل نقلب فيه لغايه ما لونه يبقى يعني غامق قوي، عشان كل ما يبقى غامق كل ما يبقى الرزايه تبقى غامقه. هتعمليه فتحه هتبقى الرزايه فاتحه. شايفين لسه برضو انا حطيت الكتم عشان خاطر ننزل على طول الميه السخنه اول ما تحمر قوي. حطي بقى الميه، شايفين السلم بتاعها. احط بقى الملح والفلفل الاسود واسيبها تغلي وانزل الرز. كده حطينا الرز كده هنقلب ونغطي بقى عليه. اول ما يغلي نوطي زي ما انتم شايفين كده. خلاص اغطي بقى عليه، اغطيها. شايفين بصوا السمكه عامله ازاي اهي. تعالوا بقى نقلي بقى مع بعض اهي. وادي كمان طبق السلطه، احط بقى عليه البصل والفلفل الاسود والملح والليمون والخل. حطي بقى الفلفل الاسود اهو، انا قطعت البصله. حطي الملح، حطي الليمون، اكتش مننا حاجه خالص بسرعه، كل حاجه عملناها على طول. حطي الخل، نقلب بقى. في نفس الوقت برضو السمك بيتقلي اهو.
هحط برضو البقدونس. شايفين السمكة عاملة ازاي؟ نطلع بقى. شايفين السمكة مقرمشة ازاي؟ على ورق الزبدة برضو او مناديل مطبخ اي حاجة. اهي دي البقدونس. يلا نقلب. احلى سلطة مع السمك ما يحلاش. السمك لازم يكون معاه سلطة. تمام. وبكده خلصنا الاكله بتاعتنا النهارده. ادي الرز كده وادي السمك زي ما انتم شايفين، واهم حاجه السلطه طبعا، ودي سلطه الزبادي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش السبسكرايب ليوميات مطبخ ياسمين ورايك وتعليقاتك، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لاحلى متابعين في الدنيا.